السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اتعودت لما ولادي يطلبوا مني اكلة معينة عايزين ياكلوها وعايزين يطلبوها من بره ان انا ما اسمعش كلامهم ابدا واعملها لهم في البيت باحسن طريقة. النهارده طلبوا مني حواوشي وعايزين ياكلوا حواوشي من مطعم بيعملوا بالليه الضاني بطعم الليه الضاني. فقلت لهم انا مش هشتري حاجه من بره، انا هعمله لكم في البيت. وبالفعل عملت لهم احلى حواوشي بالليه الضاني، حاجه كده بجد ريحه وطعم ولا اروع. بجد اي حاجه ولادك يطلبوها منك اعملها لهم في البيت، اكيد احلى وانضف واطعم وكل حاجه واوفر كمان. انا هنا كان عندي حته ليه خروف ليه ضاني، طلعتها من الفريزر خليتها فكت معايا، وبعد كده هقطعها حتت صغيره. انا بحب ريحتها جدا على فكره وبحب استخدمها في بعض الطبخات وفي بعض الاكلات، وكمان لما اتحطت على الحواوشي اديته طعم حلو وريحه روعه بجد. قطعت كده حته من اللي حتت صغيره. وهنا معايا دي لحمه مفرومه، كنت حطاها في الفريزر وانا اللي فرماها في البيت من لحمة الضحية. خدت جزء من اللحمة وفرمتها وبشيلها في اكياس، وقت محتاج كيس لحمة مفرومة اطلعه من الفريزر واكون ضامنة ان انا اللي فرماه بايدي وحاجة نظيفة. حطيت طبعا عليها حتة اللي انا قطعتها مكعبات صغيرة، وهنا مقطعة بصلتين كبار عاملاهم في الكبة بشر ناعم. طبعا عايزة اقول لكم ما تفرموش كل حاجة مع بعض في الكبة. انا بعمل كل حاجة بقطعها قطع صغيرة وبعد كده بخلطهم مع بعض كويس جدا بطريقة هقولها لكم دلوقتي. بتخلي طعم يعني لحمة الحواوشي احلى بكتير من انك تحطيهم في الكبة وتضربيهم كلهم مع بعض. هنا طبعا ضفت على اللحمة اللي هي الضاني المتقطعة مكعبات وبصلتين كبار مفرومين وفلفل اخضر، وممكن تحطي فلفل الوان متقطع برضو مكعبات صغيرة، وطماطميتين كبار مبشورين. وبس كده هبتدي بقى احط البهارات بتاعتي، ملح وفلفل اسمر. واللحمة الملح طبعا ما تكتريش حسب كمية اللحمة اللي انت هتعمليها. وهنا معلقة كبيرة من بهارات اللحمة او بهارات الحواوشي زي ما انت عايزة، وممكن ما تحطيش بهارات خالص وتستكفي بالملح والفلفل الاسمر. وهنا حطيت معلقة من البابريكا علشان بتديها لون حلو. هنا كمان بقى المعلقة السر اللي انا بحطه على الحواوشي بتاعي بيطلع طعمه روعة، وهي معلقة السكر. بحط معلقة كبيرة على كيلو اللحمة. طبعا لو انت هتعملي نص كيلو ممكن هتقللي الكميه، هتحطي بصله كبيره مع حته ليه صغيره مع طماطميه مبشوره مع قرنين فلفل، والدنيا معاكي هتبقى زي الفل. هنا قلبتهم كويس جدا جدا، ولازم استخدم ايدي. يعني انا عايزه اقول لكم لمده 10 دقايق على الاقل مستخدمه ايدي اخلط المكونات دي كلها مع بعض. بالطريقه دي بتطلع طعمها حلو جدا جدا، غير لما تحطيها في المفرمه او الكبه ويتفرموا كلهم في المفرمه والكبه ما بيطلعوش بنفس الطعم. يعني سبحان الله. اخلطيهم كويس جدا لمده 10 دقايق لحد ما تحسي ان اللي هي كده ساحت ودابت، والخضار الفلفل بقى والبصل والطماطم اختلطوا كويس جدا جدا مع اللحمة. طبعا في ناس بتحب تحط معلقة كبيرة من البيكنج باودر، انا بصراحة ما بحبش احط. هي خلاص كده جاهزة معايا، عايزة تريحيها شوية نص ساعة في التلاجة، عايزة تبيتيها لتاني يوم لما تستخدميها براحتك جدا. انا كده هي جاهزة معايا، بس اهم حاجة 10 دقايق على الاقل بتعجنيها بايدك زي العجين بالظبط والخبيز لحد ما تحس ان هي تجانست كلها مع بعض. هنا بقى معايا العيش البلدي بتاعي، وهبتدي بقى احشيه بالعجينة دي، عجينة الحواوشي. واحشي بقى حسب ما انت عايزة اقولك ان الكيلو لحمة مفرومة بالطريقة دي عملت لي 12 رغيف مليانين. يعني انت لو مش عايزة تملي الرغيف قوي هتعمل معاكي اكتر من كده. لو انت نص كيلو هتعمل معاكي 6 رغيفة، من 6 ل10 رغيفة. لو انت حابة تحطي كمية قليلة مش كتيرة في الرغيف. انا هنا الرغيف بتاعي مليان، شايفين قد ايه؟ وبوزع اللحمة كده، ما بخليش حاجة في الرغيف فاضية. عايزة اقول لكم بقى اللي الضاني دي بقى لما تخش بقى الفرن وانت كمان عجنها كويس جدا مع اللحمة، ولما تخش بقى تسيح بتدي طعم وريحة بصراحة خطيرة.
ووفرت مبلغ كبير، يعني بالمبلغ اللي انا كنت هجيب بيه رغيفين 3 حواوشي عملت 12 رغيف، ولو عايزة كنت اكتر كنت عملت. هبتدي بقى تاني رغيف كده هعمله معاكم، وبعدين بقية الارغفة كلها طبعا هوقف الكاميرا واعملهم. وبعد كده بقى هتسويها بقى على جريل، على طاسة. انا بسويه في الفرن البوتاجاز عادي على الصاجة كده، بدهن الرغيف دهنة زيت بسيطة، وبحطه في الصاجة في الفرن لحد ما احمره كده على الوشين ويستوي معايا. هنا بقى بعمل طحينة روعة بجد، خطيرة جدا. كل اللي بيدوقها بيقول لي لا لازم تقولي لنا الطريقة انت عاملاها ازاي. معايا هنا نص كوباية من الطحينة الخام، هنزل عليها كوباية من الزبادي، الكوباية العادية خالص اللي بنجيبها من السوبر ماركت، واخلطها كويس جدا مع الطحينة لحد ما يتجانسوا كويس جدا مع بعض. مش عايزة اقول لكم بقى الزبادي لما بنضيفه على الطحينة بيديها طعم روعة. هخلطهم كويس جدا مع بعض، ما سيبش اي تكتلات للطحينة، اتأكد ان هما اختلطوا واتجانسوا كويس جدا مع بعض. شايفين لونها بقى عامل ازاي وقوامها عامل ازاي؟ بجد لوحده كده يفتح النفس. جربيها، لو انت بتجربيها، لو انت بتعمليها من غير زبادي هتيجي تعمليها بالزبادي بجد مش هتبطلي تعمليها. هنا بقى عصرت نص ليمونة، واحط كده ربع معلقة صغيرة كده من الملح، وشوية صغيرة برضو من الفلفل الاسمر، وشوية من الكمون، وشوية من الشطة لو انت بتحبيها مشطشطة. هقلب كده البهارات مع الطحينة والزبادي واخلطهم مع بعض كويس. وبعدين بقى هضيف بالتدريج شوية مية، ومية عادية خالص مش سخنة ولا حاجة. هبتدي اضيف شوية بشوية لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه، سواء بقى بتحبيها تقيلة شوية، بتحبيها متوسطة، وفي ناس بتحبها خفيفة. بس افضل حاجة ان هي تبقى يعني معقولة، ولا سميكة زيادة عن اللزوم ولا خفيفة. هبتدي بقى اخلط كده، وصلت للقوام اللي انا عايزاه، ومية برد خالص عادي مش سخنة ولا حاجة. خلطتهم كويس جدا ووصلت للقوام اللي انا عايزاه للطحينة. هبتدي احط معلقة من الخل، وعشان كده انا حطيت رشة ملح صغيرة، لان احنا حاطين عصرة نص ليمونة ومعلقة خل عشان ما تطلعش معاكي حادقة. وهنا هحط بقى ايه معلقتين من الزيت، يكون زيت طبعا نوعه كويس عشان ما يغيرش من طعم الطحينة او يديها طعم وحش، زيت ذرة او زيت عباد. كده بقى الطحينة بقت جاهزة معايا، واحلى طحينة تاكليها بقى جنب الحواوشي، الكفتة، الفراخ المشوية، بصراحة روعة. هنا بقى الاطباق دي عجبتني جدا جدا. هنا زي ما يكون طبقين كده ملزوقين في بعض، بس شكلهم حلو جدا وعجبوني. ممكن تحطي فيهم ناحية ترشي، ناحية زيتون، تحطي فيهم صوصات، تحطي فيهم طحينة، بس ايه هما بيتداخلوا في بعض كده. غرفت فيهم كده او صبيت فيهم الطحينة، وهبتدي ازينها كده بشوية من البقدونس، وهرش عليها كده من على الوش رشة شطة او بابريكا او اي يعني حاجة كده تزينها، او كمون زي ما تحبي. بجد روعة، وتتاكل تتغمس لوحدها من جمالها وطعمتها، حلوة جدا جدا. لو جربتيها مش هتندمي. شايفين بجد روعة مع الحواوشي بقى تحفة. هنا بقى انا عملت ايه، جزء 6 رغيفة من الحواوشي عملتهم من غير شطة، وجزء 6 الرغيفة التانيين قطعت عليهم فلفل حامي وخليتهم حار، وعملتهم بقى في الصاجة في الفرن دهنة زيت كده، ودخلت العيش بتاعي. عايزه اقول لكم وانا بصور كده كان في لسه بقيه الرغيفه في الفرن لسه ما استوتش. فانا عملت من الكيلو 12 رغيف، انت ممكن تعملي اكتر من كده.
عشان انا ماليه الرغيف بتاعي. ولو هتعملي نص كيلو زي ما قلتلك هيرمي معاكي 6 رغيفة واكتر. بجد وفر جامد وحاجة نظيفة وحاجة مضمونة، وانتي عاملاها في بيتك مخدتش معاكي يعني وقت ولا مجهود ولا حاجة ولا شغل كتير. ولما ولادك يطلبوا منك اي اكلة عايزين ياكلوها من مطعم بره، اعملها لهم احسن في البيت. على الاقل هتضمني ان انتي عاملاها حاجة بايدك نظيفة وصحية. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم. متنسونوش بقى بلايك وتعليق حلو منكم وشير للقناة، واتفرجوا على بقية الفيديوهات وقولولي رأيكم ايه. والسلام عليكم ورحمة الله.